قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد شجاع اسمه رامي، وفي يوم من الأيام وهو راجع من المدرسة سمع صوت ست عجوزة وبتصرخ وبتستنجد بكل اللي حواليها. جري بسرعة رامي ناحية الصوت اللي سمعه ولقى فعلا ست عجوزة، وأول ما شافته قالت له: الحقني يا ابني، الحقني، في حرامي لابس قميص أزرق وضخم قوي خد مني المحفظة وهرب من الناحية دي. وبسرعة يا أصدقائي جري رامي ناحية الحرامي ولقى فعلا راجل ضخم بيجري في الشارع ولابس قميص أزرق، وبكده عرف إن ده هو الحرامي اللي وصفته الست العجوزة. لكن لما رامي شاف الحرامي وشاف إن هو كده ضخم قوي خاف منه شوية ووقف كده يفكر لمدة دقيقة يا ترى يتابع اللص ده ويجري وراه ولا لأ. ولو قرب منه يا أصدقائي مش هيقدر يمسكه، والحرامي كمان ممكن يأذيه. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. بس وهو بيفكر في الكلام ده يا أصدقائي فكر كمان إن هو وعد الست العجوزة إنه هيرجع لها اللي سرقوا منها الحرامي، ووعد الحر دين عليه. وفجأة خطرت على بال رامي فكرة ذكية جدا، والفكرة دي كانت إن هو يفضل يمشي ورا الحرامي ده واحدة واحدة من غير ما يشوفه ولا يحس بيه. وفعلا يا أصدقائي الحرامي دخل من شارع وخرج من شارع تاني وفضل يمشي في شوارع كتيرة لمدة ساعة ونص، ورامي بيتابعه بحذر شديد وكان حريص جدا إن هو ما ياخدش باله منه وإن في حد بيراقبه، لغاية ما الحرامي وصل لشارع ضيق قوي ودق جرس باب صغير وفتح له راجل أطول وأعرض من الحرامي. والراجل وهو بيفتح الباب قعد يبص يمين وشمال وكان خايف قوي إن حد من الناس اللي ماشيين يكون بيجري وراه. وفي الوقت ده رامي كان بيبص عليه من بعيد لأنه كان مراقبه، واتأكد رامي إن في المكان ده مجموعة من اللصوص الحرامية الأشرار. فراح رامي لأقرب مركز شرطة وقال لهم على الحكاية كلها، وبسرعة جدا مجموعة من رجال الشرطة راحوا البيت اللي قال لهم عليه رامي ولقوا فعلا فيه لصوص كتيرة هناك وقبضوا عليهم كلهم. والشرطة شكرت رامي جدا وادوله وسام الشجاعة والشرف، وفرح رامي قوي بالوسام وكانت سعادته كبيرة لأنه أوفى بوعد الست العجوزة اللي كانت بتصرخ واستنجدت بيه بكل الناس، وهو بس اللي راح لها وساعدها ورجع لها فلوسها اللي اتسرقت زي ما وعدها، ووعد الحر دين عليه. اكتبوا لنا في التعليقات ايه اسم الولد الشجاع اللي كان في القصة، وليه رامي ما رفضش مساعدة الست العجوزة وسابها ومشي. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.